يوم الصب في المصلحة للدبليو دبليو اي بيسرحوا عدد كبير من المصارعين في نفس توقيت عرض سماك داون. بيبدأ ديميان بريست وهو داخل يحاول يفكرنا باللي حصل الأسبوع اللي فات ويتخانق مع جيكو فاتو ومع الأخ سولو سيكوا، والخناقة دايرة تبص تلاقي مين اللي داخل؟ الاي نايت اللي ما كانش ليه دعوة بأي حاجة، لكن كده كده هو هيكون ليه دعوة في التوقيت اللي جاي. عامة الاي نايت وهو داخل كان المفروض يقول كلام، تقريبا الكلام ما اتسمعش بسبب الخناقة اللي كانت دايرة بين ديميان بريست وجيكو فاتو وحلفائه، لكن الاي نايت بيسيب ده كله وبيطلع على طول على الحلبة علشان يفكر الناس باللي حصل وازاي الماتش بتاعه باظ، علشان يفقد الفرصة انه يرجع يعمل ريماتش على لقب اليونايتد ستيتس. واتهم ديميان بريست ان هو اللي بوظ كل حاجة، ما اتهمش جيكو فاتو ولا سولو سيكوا، لكن لما جه يتكلم على سولو سيكوا ما قالش عليه الا الانسان الغبي اللي دماغه مربعة اللي هو بوظ لي الحاجة بالسموان سبايك. لكن عامة بما ان مفيش مشاكل بين ديميان بريست وال اي نايت، لكن كان في ماتش مقرر بينهم هما الاثنين وتم الاعلان عنه على السوشيال ميديا كلها، طلب ان ديميان بريست يطلع علشان يتكلموا في الموضوع بتاع درو ماكنتاير وفي المشاكل اللي حصلت الاسبوع اللي فات. فعامة اللي ما كدبش خبر هو ديميان بريست طلع علشان يحاول يتكلم مع الاي نايت. بس يا جماعة خلي بالكو، ديميان بريست طالع وهو مش في حالته الطبيعية. ليه مش في حالته الطبيعية؟ لأن الجيرل فريند بتاعته واحدة من اللي تم تسريحهم، كيتانا تشانس وكيدن كارتر، الاتنين تم تسريحهم جنب مجموعة كبيرة من المصارعين، فتحس ان الراجل طالع وهو متأثر. بس عامة ديميان بريست تاريخه حافل بالجيرل فريندز، يعني ما تقلقوش. مرة سي جي بيري، وعلى فكرة ريا ريبلي كانت قبل كده ودنيته حلوة يعني، فعامة شوية وهينساها او عامة حبة وهينفصلوا وانتوا عارفينهم. لكن عامة ديميان بريست طلع علشان يعاير الاي نايت ان هو خسر في الرسلمانيا، والاي نايت هو كمان حب يعايره باللي حصل له من درو ماكنتاير. فعامة الخناقة قلبت جد، لأن عامة ديميان بريست كان بيقول إنه عمل الكلام ده كله علشان ينقذ الاي نايت. في نفس الوقت الاي نايت شايف إن ديميان بريست المفروض إنه هو ما كانش يتدخل علشان على الأقل يحاول يفوز على درو ماكنتاير اللي بقى العفريت بتاع ديميان بريست. لكن عامة الماتش بيبتدي، والماتش بيتحول بعد ما كان المفروض إن هو يتعمل في عرض سماك داون. بعد كده على حسب كلامهم في البرومو بيجيبوا بقى الحكم وبيبداوا الماتش بالشكل ده. والماتش بصراحه ما كانش ماتش وحش. النهارده الدبليو دبليو اي كان عارف كويس قوي انه ما يقدرش يزق القصص بشكل كبير، القصص الكبيره اللي احنا متابعينها بتاعت جون سينا، وطبعا في غياب لكودي رودز اللي مش هيظهر خالص الا في اخر شهر مايو بعد كمان باكلاش. فركزوا على النجوم بتوع الميد كارد اللي بينافسوا على لقب اليونايتد ستيتس والنجوم اللي محتاجين دفعه، فخلوا عرض سماك داون ده في بعض الناس هتفتكروا عرض تسليكي، لكن عامة الماتشات كانت محترمة جدا. ما كانش بيضايقني إلا العلامة اللي بتظهر كل شوية وبتستمر لدقايق، لأنهم بيحاولوا بمنتهى القوة إن هم يبيعوا، مركزين على الفلوس بكل قوتهم وما لهمش دعوة بجودة المنتج أو إن المشاهد يعجبه الشيء أو يبقى مستريح وهو بيتفرج. عامة زي ما انتم شايفين حاول ديميان بريست اكتر من مره ان هو يفوز، وحاول كمان الاي نايت ان هو يعمل كده، لكن المنافسه كان بين الاثنين والماتش كان حلو ما كانش وحش، ماتش ممتاز. مع ان ديميان بريست كان باين ان هو متاثر، بس الاي نايت ورانا هو كمان ان هو بيعرف يلعب ضد ناس اطول منه واقوى منه شويه واتقل في الميزان. كانت حلو السوبلكس اللي احنا شفناه ده. لكن عامه الماتش طبعا ما كانش لازم ينفع يطلع بحد منتصر. مين اللي بيبوظ الدنيا؟ غرير العسل كالعادة، ويبدو ان الباترن مكرر، كل حاجة مكررة، نفس موضوع تبويظ الماتشات والسموان سبايك والتدخلات، بس المرة دي مفيش تاما تونجا. فاللي حصل ان هم في اللحظة اللي قضوا فيها على سولو سيكوا نبص نلاقي سولو طالع لوحده، لكن النجدة هتجيله حالا. النجدة جات له في اللحظة اللي كان ديميان بريست بيحضر فيها النهاية لسولو سيكوا. تلاقوا جيكو فاتو طالع زي الصاروخ يقضي على ديميان بريست ويهز في شعره وكمان يكمل على الاي نايت
علشان يقولوا ان جيكوب فاتو هو المتحكم وبيتدخل في الوقت المناسب، وسولو الآية اتعكست، بقى هو الايد اليمين بتاعت جيكوب فاتو اللي بيساعده، لكن جيكوب فاتو هو البوس حاليا. بتنتهي اول فقره في عرض سماك داون بالشكل ده، جيكوب فاتو واقف ورافع ايده وسولو سوكوا تحت منه، وجيكوب خلاص بيوري الكل انه هو عارف يتحكم في مجريات الامور ومفيش حد هيقدر ينافسه او ياخد منه اللقب ده حاليا. البريتي زفتي، ومش عايز اتكلم كتير على الماتش ده بسبب الالوان اللي هم لابسينها والاوتفيت بصراحه، بس احنا كلنا عارفين ان الماتش ده اصلا يعني معمول للفراكسيوم علشان يكملوا السيطره بتاعتهم ويبقى تاني انتصار ليهم، وان هم يبانوا ان هم مسيطرين وان هم يستحقوا يكونوا في المين روستر على حساب البريتي زفتي اللي هم اصلا كويسين، بس انت ملبسهم لبس استغفر الله العظيم. فعامة مش عايز اتكلم كتير عليهم، عامة هو كان باين قوي ان هم هيتهزموا، لكن الماتش بصراحة يعني نيلسون فريزر ده محترم، اكسيوم محترم، 2 مصارعين جامدين جدا ويقدروا يلعبوا قدام اللوتشادورز بمنتهى السهولة، لكن ضحوا بالبريتي زفتي وكويس قوي ان هم ضحوا بيهم. ميز وميلو دونت ميز ومعاهم دري اللي هو اندري، ما هو ده دري. احنا هنقدر نوريهم واحنا نوريهم احنا مين، وهنقدبه أليستر بلاك ازاي يعمل كده. انا ميز، انا بطل، انا اللي الكل بيجري ورايا عشان يتحط في دائرة الضوء، وكل الناس بتجري ورايا عشان كده، علشان انا انسان ناجح وعملت في الريسل منيا عروض رائعة، ونفس الكلام الحمضان اللي ميز بيقوله لنا كل مرة. وده اول ماتش لأليستر بلاك، وبما انه اول ماتش لأليستر بلاك يا معلم هتبقى متوقع سيطرة تامة من أليستر بلاك على الماتش، وانا قلت ان الماتش ده مش هيكمل 3 دقايق، لكن المفاجأة ان أليستر بلاك وميز كان في قدر من المنافسة والتدخلات من ميلو علشان الماتش ده يطول لأطول فترة ممكنة، وعلى ما يبدو او ده الشيء اللي انا حسيته ان هم كانوا عايزين كمان يشتروا وقت، فاستفادوا ان هم يطولوا من وقت الماتش ده. انا اتمنى الكلام ده. الجميل في الماتش ده ان انا شفت مستوى من أليستر بلاك رائع جدا. أليستر بلاك انا لاحظت ان هو علّى من الالعاب الهوائيه بتاعته اكتر من الاول، كان بيعتمد على الضربات اكتر، لعب قدام ميز وكأنه حافظ ميز بالظبط، اي حركه كان بيعملها ميز كان بيعمل لها كاونتر اتاك على طول وبيعرف يتخلص منها، ولعب العاب هوائيه زي ما بقول لكم جديده جدا على الستايل بتاع أليستر بلاك، وكأنه بيقول للدبليو دبليو اي ان انا جاي بزود في ترسانه الحركات بتاعتي علشان اكون مصارع شامل، وكمان هو ستوري تيلر رائع جدا. ميز بيعمل الحركات المعتاده بتاعته، لكن بعد الحركه ديت اللي هو كان يعني مستني الجماهير تشجعه، نتفاجئ ان أليستر بلاك خلاص بيقفل الماتش، ادي السوبر كيك قلبها الركبه في دقن ميز، وميز عمل له جوبينج ولا كانه ريك فلير النهارده تقريبا كده، كانه بيقول لأليستر بلاك طالما احنا عملنا الماتش حلو انا هعمل لك جوبينج محترم علشان اوري الناس قد ايه ان انت مصارع كويس. فبيلعب كويس قوي، بياخد قلبه، وكمان ميلو حب يتدخل، الحكم كشفه، لكن والحكم بيكشفه، ميز حب يستغل الفرصه فحب يجيب ال3 عدات على أليستر بلاك. هنا يتفادى الحركه بمعلمه، يرعب ميز، وميز يقول له ارجوك ارحمني انت حافظ كل حاجه. أليستر بلاك خلاص يخلص على ميز في ماتش حلو، وماتش حلو من الماتشات اللي يعني اتفاجئت بيها بالنسبه لميز، من ناحيه الجوبينج ومن ناحيه ان هو لعب كويس قدام مصارع زي أليستر بلاك، ودي خبره كبيره جدا على فكره من ميز، يعني انا مش ببخسه قدره، وانتوا عارفين ان الماتش كان خارج حلو قوي، بالذات كان فيه سيكولوجي عاليه جدا توريك ان أليستر بلاك بيلعب كواه كانه شيطان، وفي نفس الوقت الاتنين سواء ميز او كارميلو حاولوا يوروا الناس ان هم برضو كتاك تيم او كفريق بيحاولوا يسلكوا لبعض الماتشات، لكن كل ده ما جابش اي نتيجه. كل ده الدبليو دبليو اي بيحضر لميلو في مواجهه أليستر بلاك. ميلو سريع، ميلو مصارع هوائي، وأليستر بلاك ورانا النهارده ان هو عنده مهارات جديده، فتوقعوا ان هم هيطلعوا ماتش حلو، والبلبوزه بتاعت اندري ذا جاينت دي شكله كده هيتضرب بيها قريب ان شاء الله. فوز مستحق ومتوقع لأليستر بلاك، وبصراحه يستحق يتحط في منافسات على القاب كبيره. فينيكس دخله المعلم سانتوس اسكوبار يتريق على هزيمته على ايد الجراندي امريكانو اللي هو اصلا مصارع مزيف وبيشين للوتشا ليبري، فعمال يقول له يعني انت المفروض انك
ري ميستيريو اللي بيقول على نفسه اعظم مصارع هو اللي وكلك يعني بعد اصابته علشان تلعب، وفي الاخر اتهنت قدام الجراندي امريكانو، ودلوقتي انت محتاج ان يعني يبقى معاك تحالف او بينتقدوا الكلام ده كله، لان سانتوس عايز يضم فينيكس من اول ما ظهر. عامة فينيكس بيقول له مالكش دعوه بيا، ما تتدخلش في شؤوني، فالعمليه تتحول لماتش بين الاثنين دول، والاثنين دول زي ما قلت لكم قبل كده من ناس اللي عارفين بعض كويس قوي من ايام ما كان سانتوس اسكوبار بيلبس الماسك بتاع كينج كويرن، ومن ايام لوتشا اندر جراوند، فشكلها مطوله مع بعض. هنا بقى الفقرة دي جامدة جدا. الفقرة دي بتقول لك ان احنا بنبني مشكلة كبيرة بين جيكوب فاتو وبين سولو سيكوا. المشكلة دي ممكن تحصل في سمر سلام ان الاتنين يلعبوا ضد بعض، لان هنا نيك ألدس دق مسمار في نعش سولو في علاقته مع جيكوب، لان سولو غلط بلسانه لما هنا نيك ألدس قال لهم انتوا بتعملوا مشاكل وبتبوظوا ماتشات، خلاص ال نايت وديميان بريست هيلعبوا تريبل ثريت ماتش انت معاهم يا جيكوب في باكلاش اللي جاي. فقال له المفروض يبقى درو ماكنتاير اللي يلعب يا معلم، ما هو اللي فاز بالماتش. فقال له خلاص انت عندك حق، هيعملوا مع بعض فيتال فور واي، ايه رايك؟ ففجأة كده تبص تلاقي جيكوب فاتو يبص لسولو، الله يخرب بيتك، احنا كنا قلنا 2 دلوقتي بقيت انا قدام 3، ولا يهمني يا معلم اللي هيجي لي انا هسفلته ولا يهمني. فطبعا هنا يعني سولو بيقول لنيك ألدس انت بتحاول تبوظ علاقتي بجيكوب او بتحاول تدق يعني خبور في العلاقة. قال له لا لا لا، انت اللي بتحاول تعمل حاجة مع جيكوب، يعني بمعنى اصح بيقول له يا سولو انا فاهمك، انت بتحاول تبوظ الدنيا على جيكوب فاتو، يمكن تكون غيران منه. يطلع راندي اورتن ويسخن الموضوع او يولع على الميه لحد ما تسخن، لحد ما يجي جون سينا يعمل لنا كوبايه الشاي. يعني انا اقدر اقول لك ان هو ده البرومو بمنتهى البساطه. ليه؟ لان راندي اورتن لما طلع ابتدى يحلل الكلام اللي كان حاصل بين جون سينا وبين راندي اورتن. فراندي اورتن لما اتكلم جاب السيره بتاعه ان انت اتكلمت المره اللي فاتت وقلت انك قعدت تربي في اطفال الجماهير، لكن الحاجه الوحيده اللي انت كنت بتزودها وبتربيها هي الفلوس، يعني ما تعملش نفسك ضحيه، والفلوس والدبليو دبليو اللي خلى عندك شهره، وانت كمان ما انك الا عباره عن عروسه في ايد البابت ماستر اللي بيحرك العرايس، وما جابش سيره الروك بالاسم. عامة بيحاولوا يخرجوا الروك بس بطريقه حلوه قوي، بس بيوري الناس قد ايه جون سينا باع نفسه. جون سينا كان بيبيع نفسه بقاله 25 سنه عامه، فحاجه مش جديده عليه. وقال ان جون سينا استفاد من البي جي ايرا، علشان كده كان جون سينا موافق ان هو يتحول لشخصيه كرتونيه علشان يحاول يبيع كل حاجه. جون سينا انسان مادي، انسان مغرور، انسان ما يهمهوش الا نفسه، وهو طول السنين اللي فاتت كان بيحاول يفهم الجمهور اللي اخيرا فهم مين هو جون سينا. جون سينا اللي بيقتل المواهب، جون سينا اللي بيبيع كل حاجه، جون سينا اللي كل اسبوع بيغير تيشيرت علشان يعرف يبيع ويعمل فلوس ولا بيهمه الناس. جون سينا كمان قال الاسبوع اللي فات ان هو هيحاول يمسح تاريخي، لكن انا عارف ان انت كنت بتقول انك عايش بالهاسل لويالتي اند ريسبكت. اقول لك حاجه، الحاجه الوحيده اللي انت كنت عايش بيها وانا مصدقها في الثلاثه دول هي الهاسل، لكن لا في ولاء ولا في احترام، لانك بتقول انك هتمسح عيلتي من سجل المصارعه، فانت كده لا بتحترم الناس ولا عندك ولاء للشركه بتاعتك عامه. فالاسبوع اللي جاي او في باكلاش انا هديك هيد بامت تطير دماغك من على كتافك، وفي نفس الوقت هديك الار كي او. ويختم راندي اورتن البرومو بالشكل ده علشان نستنى رد فعل جون سينا الاسبوع اللي جاي. برومو واضح قوي، والكلام اللي فيه ما هو الا تسخين زي ما بقول لكم، علشان جون سينا يبقى عنده حاجه يرد عليها الاسبوع اللي جاي، نفس الكلام اللي كان بيحصل مع كودي رودز قبل ما كان يقابل جون سينا. فعامه برومو مش وحش، لكن تسخين مقاعد لحد ما نيجي للريل ديل الاسبوع اللي جاي. دبليو دبليو اي ما كانش عنده رغبه انه يدفع القصص اكتر من كده. راندي اورتن بقى وهو داخل نتفاجئ بالاخ ارتروس ويقول له انت مش هتعرف تنتصر على جون سينا، جون سينا مثلي الاعلى وجون سينا هيقضي عليك. وطبيعي ارتروس لازم يبقى عنده فصام كده، واللي ماشي وراه بيحاول يصحح الكلام بتاعه هو جيمي اوسو. يبدو ان جيمي اوسو هو يبقى خليفه ارتروس، تحس ان هم بيحضروا له الدور ده، دي تاني مره يعملها مع ارتروس، وبيقول له خلاص انا
احاول افهمه الموضوع، لكن ارتروس عمره ما هيفهم لانه شايف ان جون سينا مثله الاعلى وبطله من ايام الطفوله. ارتروس 52 سنه، جون سينا ما جابش 50 سنه، بس ارتروس اتفرج على جون سينا وهو صغير. الوها انتوا بقى. يحصل الماتش بين فينيكس وبين كينج كويرنو وسانتوس اسكوبار، والماتش ده بالنسبه لناس كتير هيبقى احسن ماتش موجود في عرض سماك داون، ومع ان الاتنين عامة لعبوا بربع طاقتهم، مش هقول لك بنص طاقتهم، لان واضح قوي ان الاتنين دول هيلعبوا ضد بعض في BLE كبير، في عرض كبير، علشان كده كل واحد ما كانش عايز يطلع اللي عنده. الاتنين على فكرة لوتشادورز جامدين جدا وعندهم قوة وسرعة، لكن هم فضلوا ان هم يبطئوا شوية بنظرية تريبل اتش اللي معروفة اللي احنا بنقول عليها هنا شوق ولا تدوق. يعني انا هوريك ان انا عندي قدرات عالية، بس في نفس الوقت مش هطلع لك كل اللي عندي، وفي نفس الوقت هوريك ان فينيكس فايق كويس قوي ولازم ينتصر على سانتوس اسكوبار، لان فينيكس زي ما سانتوس اسكوبار قال له في البروم انه خسر من الجراند امريكانو فكان لازم ينتصر على لوتشادور تاني، ولوتشادور حقيقي ومصارع قوي، علشان فينيكس ياخد المومنتم، علشان ما يبانش انه هو اتدفن بعد ما راح WWE. انتصار مستحق الفينيكس وبدايه قصه بينه وبين سانتوس اسكوبار. الخناقه تحصل بقى لان فعلا اللوس جارزاز ما كانوش موجودين، وانت بتتفرج اصلا هيجي في دماغك هو اللوس جارزاز فين، فيتخانق معاهم ويقول لهم انا كنت محتاجكم وانتوا كنتوا موجودين فين، فاندرادي يطلع ويقول له بص المشكله عندك انت، المشكله عندك في الاحترام، والمشكله ان انت عامه خلاص مش قادر انك تنتصر، او بمعنى اصح عايز يفهمهم او يفهم اللوس جارزاز ان سانتوس مش هينفعهم. كده اندرادي وسانتوس داخلين برضه في قصه كبيره، لكن في نفس الوقت توقعنا ان اندرادي واللوس جارزاز يغدروا بسانتوس اسكوبار ويربوه، لان هنا انجل جارزا كان بيضحك على الكلام بتاع اندرادي، فانت بالشكل ده معناه ان خلاص برضه نفس الكلام بتاع سولو ورط جيكوب، وهنا انجل جارزا بيضحك، وكمان بيرتو هو اللي مش عاجبه الكلام، لكن ممكن تتفاجئ ان بيرتو ده اول واحد يخون سانتوس اسكوبار. دايما اللي انت مش متوقعه انه يعمل الخيانه هو اللي بيعملها. جون سينا الاسبوع اللي جاي علشان يرد على راندي اورتن ويواجهه قبل باكلاش بساعات معدوده، وكمان جيكوب فاتو وسولو سيكوا ضد إلي نايت وديميان بريست بسبب البوظان اللي حصل النهارده في الماتش، نايا جاكس ضد جيت كارجل، وكل ده في سماك داون الاسبوع اللي جاي. نتكلم بقى عن الريليسز يا جماعه. بصوا انا مش متفاجئ ولا زعلان، ديكوتا كاي كان عادي جدا انها تمشي، برون سترومان كان يعني كلنا كنا عايزينه يكون موجود علشان الوايت 6، فبرضه مش زعلان عليه قوي، والراجل عمل فلوس حلوه ما تزعلوش عليه. يعني المصارعين في الاول وفي الاخر رجال اعمال، هو عمل له مثلا حوالي 3 مليون في الكام سنه الجديده اللي قعدهم جنب الحوالي 5-6 مليون اللي كان عاملهم قبل كده، فهو عادي يعني قاعد بيشرب الراجل اللي بيشربه دوت عامه الله اعلم هو ايه يعني، والموضوع بيس يعني، وبعدين هيفضل برضه يطلع بره ويشتغل في كذا شركه، فما تزعلوش عليه. القرار ده كان لازم يحصل، بس اللي مزعلني طريقه المعامله بتاعت برون سترومان، لان بول هيمن قال له انت مش موجود في ريسل مانيا لانك مش بالجوده اللي تخليك توصل لريسل مانيا. قال الكلام ده في اللقاء بتاع بات مكافيه، رد سفيه كده وغتت، يعني انا مش عارف اصلا، يمكن بول هيمن بيكره برون سترومان، فبالشكل ده يعني ما تزعلش قوي. لكن كان في مفاجآت بصراحه في الريليسز دي، يعني جيجي دولان وكورا جيد هو اللي انا متفاجئ بيهم، بس انما الباقي يعني مصارعين كويسين، لكن برضو مش مؤثرين في الستوري لاينز. وفي نفس الوقت برون سترومان انا شايف انه قدم كل اللي عنده، والدبليو دبليو اي اصلا مسح بكرامته الارض في الايام اللي فاتت من بعد برونسون ريد. ايام برونسون ريد كان رايح جاي معاه في الماتشات، لكن مع جيكوب فاتو الكلام ده كله يعني كانوا قاصدين ان جيكوب ان هو يبان ان هو بديل قوي لبرون سترومان. هو ده اللي حصل في عرض سماك داون واخبار التسريحات. تابعونا على قناه المصارع، تنساش لايك وشير وسبسكرايب. مع تحياتي محمد مصطفى.